بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وسوف نتكلم في هذا الدرس عن الحديث المعضل. أولا، تعريف المعضل. المعضل لغة اسم مفعول من أعضله بمعنى أعياه، واصطلاحا ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. ثانيا، حكم المعضل. المعضل ضعيف عند المحدثين بالإجماع لجهالة الساقطين من الإسناد، وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع. ثالثا، اجتماع المعضل مع بعض صور المعلق. إن بين المعضل وبين المعلق عموما وخصوصا من وجه، فيجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة، وهي إذا حذف من مبدأ إسناده راويين متواليين فهو معضل ومعلق في آن واحد. ويفارقه في صورتين: الصورة الأولى إذا حذف من وسط الإسناد راويين متواليين فهو معضل وليس بمعلق. الصورة الثانية إذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط فهو معلق وليس بمرسل. مثال للمعضل: عن ابن عائشة قال: لما قدم عليه السلام المدينة جعل النساء والصبيان يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، والخلعي في الخلعيات، وأبو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى، والسبكي في الحلبيات، والمقرئ في الشمائل من عدة طرق عن أبي خليفة يقول: سمعت ابن عائشة به. قلت: وهذا سنده معضل من أجل عبيد الله ابن محمد ابن عائشة التيمي، وهو من كبار العاشرة كما في تقريب التهذيب لابن حجر، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 فأكثر، فالسند منقطع. وقد بين الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وغيرهما من أهل العلم أن هذه القصة في إسنادها إعضال. وأما الحافظ المحب الطبري في كتابه الرياض النظرة في مناقب العشرة قال: خرجه الحلواني على شرط الشيخين. قلت: وفي هذا نظر. وتعقبه الفقيه الزرقاني المالكي رحمه الله في شرح المواهب قال: فالشيخان لم يخرجا لابن عائشة، فلا يكون على شرطهما ولو صح الإسناد عليه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أراد التفصيل في هذه القصة فليرجع إلى الكتاب. الكلام على الأحاديث التي حكم عليها أهل العلم بالإعضال. هناك أحاديث في سندها انقطاع حكم عليها أهل العلم بالإعضال، وهناك أحاديث ليس في سندها انقطاع. فمن الأحاديث التي في سندها انقطاع، من هذه الأحاديث قد يكون الساقط واحد، ومع ذلك يحكم عليه أهل العلم بالإعضال، كما حكم الحافظ أبو داود رحمه الله على إحدى الأحاديث بالإعضال. وهذا يدل على سعة استعمال المصطلح عند الأوائل، وأنه لا يختص بسقوط راويين أو أكثر. وقد حكم الحافظ الحاكم رحمه الله
على إحدى الأحاديث التي في إسنادها راو مبهم، وصفه بالمعضل، مع أن عادته أن يسمي مثل هذا منقطعا كما في معرفة علوم الحديث له، إلا أنه في كتاب المستدرك قد أطلق على إحدى الأحاديث التي في إسنادها راو مبهم حكم عليها بالإعضال. وعندنا كذلك الحافظ ابن الأثير رحمه الله في أسد الغابة حكم على إحدى الأحاديث كذلك بالإعضال، وفي إسنادها يعني سقط، قد يكون راو واحد هو الساقط. وأما الأحاديث التي ليس في سندها انقطاع فقد أطلق أهل العلم على أحاديث ليس في إسنادها انقطاع وصف المعضل، كما أطلق الحافظ الذهلي في الزهريات على إحدى الأحاديث أنه معضل. ومراد الحافظ الذهلي بإطلاقه وصف المعضل ليس المعنى الاصطلاحي المعروفة، وإنما أراد به الدلالة على نكارة الحديث أو بطلانه مرفوعا. ويؤكد هذا الفهم سياق كلامه مع الإشارة إلى أن موضع الوهم إنما هو من جهة الراوي في الحديث. ويقول الحافظ ابن حجر في النكت: وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك عندنا الحافظ الجزجاني في أحوال الرجال، يعني قال عن أحد الرواة أحاديثه منكرة معضلة في الراسخين في العلم، حديث معضل، ثم ساق هذا الحديث بإسناده. ومراده هنا من إطلاق الإعضال على النكارة، فانتبه. وكذلك الحافظ الدولابي في الكنى والأسماء أراد بالإعضال النكارة والبطلان على إحدى الأحاديث. وأكثر الحافظ ابن عدي رحمه الله في الكامل في الضعفاء من إطلاق المعضل على الأحاديث، فتارة يطلقه على من يضع الحديث وأمره في الضعف بين، وتارة على ما هو منكر مرفوعا والصواب فيه الوقف لوهم راو فيه، وتارة النكارة، وتارة أنه منكر بهذا الإسناد. فقد أطلق الأئمة على عدد كذلك من الرواة وصفوا بالإعضال في روايتهم، وهم من الضعفاء والهلكة والمتهمين والكذابين، ولهم أخبار منكرة وباطلة. فانتبه، فالمعضل في استعمال المحدثين الخروج عن حد الصحيح مما يدل على الضعف الشديد وعدم القبول، سواء كان الإعضال بالسقط والانقطاع في الإسناد أم بنكارة المتن أو النكارة في مرويات الراوي ومخالفته لغيره من الثقات مع ضعفه الشديد. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.